بس في مواقف انت ممكن تكون عديت منها بسلام، بس تستحق ان انت تتوقف قدامها، لان انت عديت بالسلام ستر ولطف. محتاج تعمل ايه؟ تهدى، تفرمل نفسك، تبص على المشهد بالكامل. انا بحب سنة كورونا جدا. بحبها جدا جدا. انا كمان. كانت سنة عظيمة. كنت ساعتها انا فاوندر وبارتنر في شركة اثاث مصر. وكنت فاوندر وبارتنر في شركة المرزوقة اللي هي صاحبة او اصحاب يعني العلامة التجارية مطعم مرزوقة. وكنت ساعتها بطلع بشتغل في شغل تصدير منتجات مصرية لدول أفريقيا. فكنت بطلع معارض في دول أفريقيا في الوقت ده يعني. عايز أقولك يعني بس ما كنتش مبسوط قوي أنا يعني لحد 2020 ما كنتش سعيد، رغم إن كان فيه شوية بيزنس أو محقق سكسس ستوريز في حاجات مختلفة، بس ما كنتش سعيد بسبب إن أنا ما كنتش راضي. كنت دايما حاسس إن استحقاقي إن أنا أقدر أحقق حاجة أحسن، أو الباور أو المجهود اللي أنا ببذله ده المفروض يوصلني في حتة أفضل أو حتة أعظم. كنت دايما شايف المشهد من الحتة دي، فما كنتش راضي تماما عن اللي أنا محققه أو وصله، رغم إن ممكن يبقى آخرين شايفين إن أنت مثلا في وضعك ده، في سنك ده، في ظروفك دي أنت واصل لحتة كويسة جدا. بس أنا ما كنتش بصراحة في الحتة دي خالص. فبدأت رحلة البحث عن الذات. قابلت ناس كتير، قعدت معاهم، حد كان كونسالتنج يعني، أو حد كان كوتشنج. بقعد معاه، قعدت مع ناس أصدقائي، حد لايف كوتشنج اسمه بهاء. قعدت مع دكتور ياسر فتحي صاحب كتاب 6 دواير، حجزت معاه برضو، قعدت معاه. قعدت تواصلت مع مركز صلاح الراشد للتنمية الذاتية علشان أحاول. هو في النهاية أنا كنت بحمل سؤال في طياته، أنا مش مبسوط يعني، حاسس إن في شيء ما ناقص، في حاجة ناقصاني علشان أحقق نتيجة أو أوصل لوضع يرضيني. أنت طول الوقت مش راضي. جت 2020 كنت ساعتها برضو عندي مطعم اسمه امباستو غير المرزوقة. كانت شركة الفريدة للوجبات الجاهزة، كانت بتملك علامة تجارية اسمها امباستو. كنا 4 شركاء، 2 مصريين، 1 صديقي سعودي، 1 صديقنا يمني. كنا 4 عاملين الشركة دي. وسبحان الله، عارفة كأن عدم خلينا نقول، مش عايز أقول عدم الرضا، بس هو اسمه عدم رضا. أنت ما كنتش راضي، مش هجمل الجملة يعني، هو اسمه عدم رضا. أنت ما كنتش راضي عن النتائج اللي أنت محققها أو وصل لها لحد الوقت ده، رغم أنها كانت فيها إيجابيات كتير يعني، عشان الإنسان طبعا يكون منصف يعني. جت كورونا شهر 3 2020 واتغيرت كل حاجة. المطاعم، كنا فرعين في شركة المرزوقة، قفلنا فرع وانكمشنا. شركة الامباستو أو الفريدة يعني كانت فرع واحد، قفلنا الفرع الوحيد اللي عندنا. الكلام ده كان في خلال 3 شهور يعني. المبيعات نزلت طبعا يعني، ركبت الزحليقة كده ونزلت فورا يعني، ما كانش في أي مقدمات. حاولنا نحل حلول بره الصندوق عشان احنا جامدين بنفكر، مجموعة من الشباب الكرياتيف
انتربرينورز شطار قوي، احنا جايين من خلفيه سيلز وماركتينج وبزنس ديفلوبمنت ومهندسين وصيادله، وكنا كوميونتي لطيف كده. يعني المفروض عندنا سوليوشنز، مش احنا اللي في حاجه الخبطه تقف تيجي قدامكم والخبطه تيجي توقعك او تقعدك. عملنا قناه يوتيوب، قدمنا نفس الانجريدينتس بتاع الاكل انك تسويه في البيت، في محاوله يائسه ان الناس ترجع تشتري ديليفري من المطاعم تاني، لان احنا كان اغلب بيعنا في الوقت ده امباستو كان داينن، ده استوى فورا يعني، ده قفل على طول، ده ما صمتش. ومرزوقه كان المعظم ديليفري. بس ستيل كان في تحذيرات واضحة جدا جدا من وزارة الصحة ومن الحكومة المصرية في العالم بقى كله، ان تحذير من الاكل بره والاختلاط والشنط، والناس ما بتطلبش حاجة من الماركت ومن المطاعم، واجراءات وقائية، والعدوى ممكن تنتقل اي كان ماشي. بس انت كنت بتقولي انه في 2020 انت كنت مبسوط. لا انا اللي حصل بقى ده بسطني، يعني شعرت بالرضا وبدأت الحياة تتغير معايا في 2020، لان انا في الوقت ده جالي حال سلام. عارفة اللي كان شايل على نفسه على طاقته هم البيزنس، ان انا اللي موقفه وانا اللي بفايت وانا اللي بشتغل، وبعدين جت حاجة اقوى منك وقفتها. فبتيجي لحظات من لحظات الاستسلام لربنا، الاستسلام لأقداره، الاستسلام لمجريات الكون. الاستسلام ده كان فيه نوع من أنواع السلام الداخلي. فحسيت، عارفة أنت، هو المثل بيقول بيدي لا بيدي عمر، لكن أنا بقولك يعني عارفة أنت مش بيدي، يعني هي بقى كانت العكس، مش بإيديك، مش بإيديا هي اللي حطتني. وكأن أنا خدت المشهد، حصل لي حالة سلام، خدت المشهد بأن حياتي بتتعدل، كأنك كنت ماشي في مسار، والمسار ده ما كانش ينفع تكمل فيه. معلش يا عبد الرحمن، بس أنا عايزة أقف في الحتة دي عشان يعني في confusion حاصل. يلا قوليلي. هو مفروض ان انت كنت البيزنس بتاعك ماشي كويس جدا، ومحقق الى حد ما يعني طريق كويس. جات الكورونا، مفروض ان هي عملت اغلاق تام تقريبا مجالك، يعني اكتر مجال اتضرر في الكورونا. ده حقيقي. انت قبل ما تيجي الكورونا انت كنت مش مبسوط، كنت حاسس في حاجه، بالرغم انك محقق حاجات، مش راضي عن اللي انت واصل له، في حاجه ناقصاك. صحيح. جات الكورونا، حصل إغلاق، فده أثر على شغلك. مظبوط. بس حسيت بالرضا، حسيت برسالة. إيه هي الرسالة؟ حسيت برسالة إن زي إن أنت كنت ماشي في طريق ومركز فيه جدا وواخد على عاتقك المسؤولية جامد جدا في النجاح، في نجاح شركاتك، في نجاح البراند، في نجاح البيزنس. انت النجاح قيمتك، انت بتدافع في اللحظة دي عن قيمتك، فمرهق جدا. حسيت ان رصاصة الرحمة اللي جت وقالت لك لا، عيد حساباتك، عيد اوراقك، شوف انت اصلا. احنا كنا شله يعني فكان عندنا حد مهندس اتصالات، عندنا حد صيدلي، كان عندنا حد مهندس حاسبات، انا برضو حاسبات. تحسي بقى ان جت حاجه فوقتنا كده، احنا انتوا مالكوا ومال اللي هو انتوا ليه بتجروا وعمالين تصارعوا الزمن وتسابقوا خايفين وقلقانين؟ وعشان ايه بقى؟ انت كل واحد عنده مجال المفروض يركز فيه. وتحسي الرسالة جت لينا كلنا، يعني الصيدلي رجع للصيدلة، اشتغل في شركة أدوية، مهندس الاتصالات رجع سافر بره واشتغل، مهندس الحاسبات برضو سافر بره واشتغل. تحسي ان كل حاجة بدأت ترجع لمكانها الصحيح. فتحسي كان في رسالة، عدل مسارك، ارجع رتب أوراقك، شوف انت مين وجاي هنا تعمل ايه.
كان ساعتها في وقت حظر. انا مش من النوع، انا بحب الشغل جدا، فوقت الحظر ده كان معناه ان انا هقعد في البيت ساعات طويلة، وده كان معنى قاسي جدا بالنسبة لي يعني. فكنت بروح انزل كورسز يعني اونلاين، واروح اقعد في المكتب من وقت الحظر من الساعة 5، اخرج الساعة 6 او 7 الصبح لما المكتب يفتح، لما الحظر يفك. فضلت كده فترة، وكنا كلنا بقى work from home يعني. فضلت كده فترة الحظر كلها، عملت إنتاجية عظيمة جدا في الكورسز، حطيت تخطيط لحياتي وتخطيط ل2020. أنا مين، أنا بعمل إيه، هكمل في أنهي بيزنس، هأكزت من أنهي بيزنس. حسيت إن أنا فجأة لقيت عبد الرحمن اللي أنا كنت بدور عليه قبل 2020 وأنا مش عارف. أنت ناجح وبتشتغل، بس أنت الروتين واخدك، أنت متساق وسط الزحمة، وسط الجموع. اليوم وأحداثه هو اللي بيتحكم فيك، مش أنت اللي بتتحكم في أحداث اليوم. فكانت 2020 كانت وقفة، شعرت أصلا بامتنان جدا لربنا. أنا حسيت إن أنت كنت طول الوقت في سبق، أنت اللي خالق السبق لنفسك، هو ما كانش حد بيسبقك يعني، بس أنت كنت خالق سبق لنفسك طول الوقت. بتسابق الزمن، بتسابق الحياة، بتسابق الروتين، بتسابق النجاح، عايز تثبت كل يوم حاجة جديدة، إضافة جديدة. فجأة حسيت إن الكون ربنا وقفه من أجل أن يتوقف السباق وأعيد حساباتي عشان أختار سباق جديد أدخل فيه. حساباتك بقت عاملة إزاي بعد فترة الكورونا؟ اتغيرت بقى خالص يعني. أنا أصلا كان عندي وكالة دعاية وإعلان، كنت وكيل يعني. أنا من زمان يعني بشتغل في الدعاية والإعلان والأدفرتايزنج يعني والماركتينج، وبعدين دخل علينا في عصر الديجيتال، تحولنا لديجيتال، وإحنا بنشتغل في الديجيتال. أنا كان عندي بيزنس تاني، فبدأت أنمي نفسي في فكرة البيزنس ديفلوبمنت يعني، وإن أنا أبدأ أقدم ده بس للبيزنس بتاعي. بعد كده تحولت للإيجنسي بتاعتي، بقت بتشتغل للبيزنس بتاعي بس كأزا ماركتينج يعني، ما بشتغلش لآخرين، بشتغل للبيزنس اللي أنا فيه. كنت ساعتها في الوقت ده يعني قبل كورونا كان عندي أثاث مصر وعندي المرزوقة وعندي الفريدة وعندي شركة التنظيم المعارض في أفريقيا للمنتجات المصرية. عدت بقى حساباتي وحسيت ان انا المفترض ابدأ في مجال جديد. استخرت ربنا، كان قدامي كام فرصة في حاجة مختلفة، وطلعت من سنة 2020 تحديدا يعني يمكن شهر 7 أو 8 2020 قدرا يعني. كان عندنا حد صديقنا واخد مزرعة نخيل في الواحات، وكان بيناقشني في البيزنس موديل يعني. هو مش واخدها يعني، ما كانش واخدها جديد، هو الجيل التاني يعني، هو اللي قدنا. وكان بيشتغل بقاله فترة يعني، والده وعمامه هم اللي عندهم الزراعة بتاعة النخيل دي. وفعلا قعدت معاه وحسيت ان المجال ده بيناديني جدا، وان انا قادر اضيف له افكار في الماركتينج وافكار في البيزنس ديفلوبمنت تفرق معاه جدا. الميزة بقى في يعني الموضوع ده كان لطيف جدا لما تحسي ان الكون ربنا بيسخر لك الكون بيدعمك يعني. عايز اقولك الديل ده خلص في 5 دقايق، من اسرع الديلات اللي عملتها في حياتي. عارفه انت لما تبقوا الجميع منهك والجميع مرهق، كورونا طالعه مخلصه على الكل، كله مدغدغ وكله مكسر وكله صريح مع نفسه جدا. ده اللي كان حاصل وقتها. فاللي هو انت قعدت قلت له عندي ليك حل، قال لك يا ريت، طب يلا، طب ايه رايك في الفكره دي، حلوه، طب يلا نبدا.
طب اشغل لك انا التسويق الديجيتال، طيب يلا اقول لك البروسيس تمشي ازاي وابني لك سيلز فانل متكامله وابني لك ادارات. انت عندك اداره في القاهره؟ لا، طيب ما تيجي تعمل اداره، طيب نبني ازاي؟ اقعد انا اساعدك في الانترفيوهات، اقعد اساعدك في البروسيس، ادرب لك الناس. بقى فيه كيان. طلعت من كورونا مبسوط جدا، حاسس ان انا خدت اكسبيرينس. طبعا انا كنت قاعد بقى في وقت الحظر بخطط وبفكر، وفي حته يعني جزئيه في اداره الذات واداره النوايا. بس انت كنت بتخطط ومش عارف انت هتخطط. لا مش عارف، انت بتذاكر وبتحضر نفسك لحاجه. بس كان جزء بقى الاستسلام. الوقت ده برضو اتعرفت على دكتور اسلام رأفت، من اعظم الناس اللي اضافوا لي جدا في حياتي يعني على مستوى اداره الذات. لان انا اتعرفت عليه اصلا برضو قصه تعارفي. يعني انا بحكي لك فكره الاقدار، ان انت ازاي بتبقى ماشي في طريق وتلاقي بحثك الدؤوب او ان انت بتمسك سلسله وبتمشي وراها للاخر بتوصلك لنتيجه. ده بجد. عبد الرحمن، يمكن من كلامي معاك دلوقتي حاسه ان انت يعني شخص عملي، بتفكر في البيزنس اكتر، دايما بتشتغل على نفسك عشان تطلع احسن ما مولع جدا بالبيزنس. مولع موهبتي البيزنس. ده باين من طريقتك ومن كلامك، حتى باين في عينيك ان انت قد ايه محب جدا للبيزنس، محب جدا للمشاريع، للتخطيط، للافكار. ده شغفي يعني. انا مولع جدا باين بالسوليوشنز. يعني بدخل على الشركات فيها مشاكل، عيني بتشوف المشكله على طول، عقليتي بتبدا تعمل داونلودز فورا لمجموعه من الحلول. ببقى عايز احلله واتكلم معاه واقدم له سوليوشنز. ده يعني حتى دلوقتي وانت بتتكلم عارف اللي هو يعني انت بتتكلم بكل حواسك. اصلا شفت المشهد وانا بحكيهولك يعني. شفت شركه فيها مشكله فدخلت يعني. تمام. لكن انا برضو عايزه اتكلم معاك عن عبد الرحمن، مش الانتربرينور او البيزنس مان. عايزه اتكلم في الحته النفسيه، انه قد ايه انت واجهت ضغوطات، تحديات، مشاكل. وهو اكيد راجل بالعقليه ان انت عملي جدا، اللي هو 1 + 1 = 2، مسائل بيزنس ديلز. مع ذلك ممكن تكون في حته نفسيه شويه بتلعب، اللي هو انا تعبت، انا مش قادر اكمل، انا مضغوط، لحظه يأس، لحظه غضب. هجاوبك إجابة قد تبدو دبلوماسية، بس شرحها هيوضح إن هي مش دبلوماسية. أنا بشكل عام إنسان حريص، وقد أبدو أمام الجميع جريء أو مغامر بلغة البيزنس، يعني ريسك تيكر، يعني باخد المخاطرة. بس لحظات اليأس أو لحظات الإحباط، الإجابة اللي أنا بقولها دي والله مش دبلوماسية، لكن الناس اللي حواليا يعرفوا ده عني كويس جدا، ويمكن يكتبوا لك في الكومنتات يعني على القناة بتاعتك. أنا التفاؤل جزء من شخصيتي، الأمل جزء من شخصيتي. صعب جدا الإحباط واليأس يتمكن مني لمدة طويلة، بس بيجيلك. أكيد إحنا بشر. الأنبياء جالهم إحباطات ويأس. سيدنا إبراهيم وهو كان محبط من عيلته في عبادة الأصنام أو في مصنع الأصنام، كان طالع محبط وبيدور على الإله، بيدور على ربنا اللي خلق الكون. سيدنا موسى كان محبط جدا من بنو إسرائيل، وكان في وقت غاضب، ولما وكز الرجل وقتله وخرج خايف يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. الأنبياء خافوا وحصل لهم إحباطات، وحصل لهم أوجاع وأقدار مؤلمة وحاجات فيها فقد. سيدنا محمد فقد ابنه. أكيد
اكيد في احباطات، بس انا يعني ما بكبرش. انا بعتبر ان جزء من شخصية الانسان هو اللي بيجعل الاحباط او المشكلة تكبر جواه وتتمكن منه وتملى حواسه، ولا لا. انا شوية ما بروحش لدي، دايما ببقى شايف ما بعظمش المشكلة جوايا مهما كان الاخرين شايفها عظيمة، مش علشان انا بطل، لكن عقليتي دايما بتقودني للبحث عن الحلول. الكلام ده حتى في الحياة العادية أو في الشغل، بس في الحياة العادية هو طالما عقليتك بتبحث عن حلول، مفيش شخص متشائم أو محبط هيقدر يلاقي حل. لكن علشان أكون جاوبتك، أنا لما بحبط أو بحس إن أنا تهت، ودي حصلت لي كتير في حياتي، أو ضليت الطريق، برجع أصلي قيام ليل. وأكتر إنجاز التعبير أقول براكتس أو تكتيك أو عادة حسيت إنها مؤثرة جدا، قيام الليل. وتكلم ربنا في قيام الليل، تكلمه زي ما أنا بكلمك. أنا عايز 1 2 3، أنا ليه بيحصل معايا 1 2 3، أنا عملت إيه، دلني، ارشدني، مش معقولة هتسيبني، مش ده يقيني فيك، مش دي ثقتي، وعندي الدلائل إنك مش هتسيبني. إن أنت على مدار حياتي في السنوات السابقة وقعت في مشكلات كتيرة جدا، وانت لوحدك اللي خرجتني منها، وانا كنت عطلت من الحلول. انا لا املك حلول من غيرك. بقعد اتكلم بكل صدق معاه. المشهد ده من المشاهد اللي بتغير شكل حياتي. لما بتوه باجد طريقي وعدل مساري مرة أخرى. وخلي بالك التوهان ده ممكن يكون هواجس. ازاي؟ الخوف أو الرعب دي قصة مختلقة جوه دماغك، انت اللي كبرتيها وحسيتي ان في مشكلة معطلاكي. كان دكتور إسلام لما بدخل معاه في نقاش حول فكرة، أنا عقليتي بسبب الحلول بتديني انفينيتي احتمالات. فممكن أقعد أتكلم تقولي لي عايزين نروح نكلوز الديل ده، فبقعد أرسم فانل. هو لو قال لي كذا هقول له إيه، ولو أنا قلت له كذا كذا، طب لو اتصلت وما ردش من أول مرة هقول إيه، طب هبعت واتساب ولا لأ، طب لو بعت الواتساب كذا، طب هبعت له حد ولا هكلمه بنفسي، طيب أرد من أول اتصال ولا ما ردش، طيب الكلام ده حتى في العلاقات الشخصية. أنا دماغك شغالة على طول، سوليوشنز طول الوقت. فكان لما بقعد مثلا أفكر في مشكلة، ممكن المشكلة دي تبقى مع شريكك في الشغل، وشايف ان انت واصل لمرحلة معاه انت مقفول، او شايف انه مش بيديلك طموحك اللي انت كنت حاططها فيه في بداية شراكتكم. دي مشكلة. تقعد طول الليل مش عارف تسيب شغلك ولا تسيب شريكك ولا تعمل معاه مشكلة، ولا انا اللي اسيبه ولا هو اللي يسيبني، ومين هيطلع وحش ومين هيطلع حلو. فكان لما كنت أدردش مع دكتور إسلام مثلا في مجموعة من الاحتمالات اللي أنا عايز أمشي فيها، يقول لي طب ما تجرب تكلمه. فأنا بالنسبة لي إيه البساطة دي؟ الموضوع أبسط من كده بكتير. إيه البساطة دي؟ أنا جاي لك بقول لك في 10 حلول عايزين نفلترهم ونعمل فانل ونقول الحل الأول، وإذا ما نفعش ندخل بالحل التاني. عقلية المتفاوض مأثرة عليا جامد. طب جرب تكلمه، قول له اللي جه في دماغك. تخيلي إن
الموضوع طلع بسيط جدا، وانت اللي بتبقى خالق هواجس ان انت ترفع السماعة تقول للشخص انا عندي مشكلة معاك في 1 2 3، فتجد انه عايز يراضيك مثلا، وانت ما كنتش متوقع انه هيقبل النقد، متوقع انه هيهاجم او هيهاجمك او هيدافع بشدة، وتلاقي الموضوع خرج بسيط بشكل ابسط من كده وتصفيته والدنيا رجعت تزدهر تاني، بيبقى احتقان. هو ده فكرة الهواجس. انت طول الوقت في نظرية يعني علمية بتقولك ان الفكرة السلبية بتبدأ تتنامى جوه فكرك وجوه دماغك بعد 7 ثواني. فانت قاعدة دلوقتي جالك فكرة سلبية خوفتك، لو صبرتي 7 ثواني هتبدأ تتنامى. كم واحد مننا بيفضل أسير فكرة سلبية في دماغه ليالي وأيام؟ مش أقل من 80% من الناس كلها بتعمل كده. ليالي وأيام أسير فكرة سلبية مسيطرة عليه تماما. أنا ما بدخلش في المود ده، أنا منتبه له. لو تبنيت الشخصية دي وسمحت للنقاش يروح ويجي بيني وما بين نفسي، ممكن أدخل في الفكرة السلبية وأصدقها. وبسبب عقليتي في إن هي بتديني انفينيتي حلول دايما، فأنا طول الوقت بفترض سيناريوهات قد يكون منها السيء والسيء جدا والأسوأ على الإطلاق، بس أنا لو صدقته فقللت موضوع السيناريوهات ده عشان أفضل أحافظ على شخصيتي بتاعة التفاؤل. نقطة أخيرة هقولها لك في جزئية الإحباطات واليأس يعني. أنا بصحى من النوم بنزل الشغل، وده أفضل علاج وجدته على الإطلاق للهجمات والإحباطات واليأس. اشغل نفسك، ادخل ابني، انزل طلع حاجة إيجابية، انزل اشتغل، انزل اقبل هدايا القدر ليك. فبيحصل ايه؟ تبدأ السلبيات تتراجع والتفاؤل والنجاحات والإيجابيات تتصدر المشهد، فترجع انت الشخص الذي عرفته، الشخص الناجح المنور المتألق. يعني كلامك إيجابي جدا يا عبد الرحمن، جدا. وانت مش عاجبني؟ مش عاجبني. مش عاجبني، انا عايزاك تتضايق. انا عايزه الحته البلاك. لا طبعا بالعكس، كلامك ايجابي جدا، محفز جدا. فكره ان انت يبقى عندك جوانب اخرى من انه ما ينفعش استسلم لليأس والاحباط والاكتئاب، ويبقى عندي حلول وبدائل، دي هايله جدا. لكن ساعات كده بيبقى احنا هنا في مساحه امنه، بندخل جوه اعماق النفس البشريه شويه. تنوري والله. يمكن زي ما كنت بقول لك مثلا، انا ممكن ابان ان انا انسانه هاديه جدا، ولكن من جوايا ممكن اكون عندي ثوران جوه افكاري. انا عصبي جدا على فكره. حلو. انت عصبي بس مش باين عليك انك عصبي. لان العصبيه مش بتحل. وانا دايما برجح صوت العقل. فيبان الجانب الحكيم مني أكتر، مش بيوصل لحل. لكن أنا سهل أتعصب وبتعصب وعصبي، وخلي بالك ده توصيف الناس ليا. أنا أصلا مش شايف نفسي عصبي. أنت شايف نفسك؟ أنا مش شايف نفسي عصبي، بس أنا هصدق الناس القريبة مني. انت لما بيبقى عندك مشكلة
مثلا وضايقتك بتتعامل معاها ازاي؟ نور، انا في البيزنس بقالي 20 سنة. 15 سنة في البيزنس الناضج إنجاز التعبير. أنا فتحت 6 مطابع وفتحت 4 مطاعم وفتحت 3 شركات ودخلت وسافرت بره في أفريقيا أبيع منتجات مصرية. شفت حاجات عصبتني كتير يعني. وانا مرة في جيبوتي كنا في معرض لمنتجات مصرية، وكان معايا حد صديقي في الغرفة اسمه سامح. فاحنا قاعدين في اوتيل، بننزل بناخد تاكسي نروح قاعة المعارض. فاحنا طبعا بالنسبه لهم سياح، فبيتشطروا علينا في الفيز يعني، او تكلفه الاجره يعني، تكلفه المشوار. فاحنا بعد يومين بنبقى خلاص عرفنا التكلفه العادله يعني. فكان فات بقالنا يومين، فقاعدين لسه 5 أيام او حوالي اسبوع تاني. فراكب تاكسي وكان معايا شنطه هاند باج حاطط فيها لاب وحاطط فيها باسبوري وحاطط فيها حاجتي. فبدي سواق التاكسي بعد ما نزلنا، كنت انا وسامح وصلنا الاوتيل، قدام الاوتيل بديله الفلوس. فقال لي دي ايه؟ قلت له هما بيتكلموا عربي في جيبوتي. قلت بيقول لي دي ايه؟ دي شوية. قلت له لا هي كده، انا باجي المشوار ده كل يوم. فراح شاتم بالأم. وهو بيدي الأول وماشي، العربية بتتحرك، رحت ناطط له في الشباك. أنا في الشباك اللي جنب السواق، رحت ناطط جايبه من رقبته في قلب العربية وأنا في جيبوتي. الناس اتلمت، راح سامح واخدني، وقف طبعا، راح سامح وبينزل من العربية وانا لسه مكمل بقى كأني في مصر يعني. فاهمة؟ الكلام ده كان سنة 2015. بنزل، راح سامح قال لي تعالى تعالى، وراح ساحبني ورحنا داخلين الاوتيل. قال لي احنا في افريقيا، انت دماغك فين؟ وفين شنطتك؟ عملت كده، قلت له شنطتي؟ الباسبور. قال لي اهي. سامح ده كان اكبر مني يعني، انا مثلا كنت ساعتها 2015 عندي 23 مثلا او 25 سنه، وسامح كان معدي ال30 يعني. قال لي شنطتك اهي، في حد يعمل كده؟ احنا في افريقيا. قلت له شتمني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال لي باسبورك يا معلم، احنا هنفضل بقية حياتنا هنا. لو الشنطة دي اتاخدت وتتاخد في ثانية، اتقطعت من على كتفي لما نطيت جوه الشباك، ما خدتش بالي، اتقطعت وما حسيتش. العصبية بتفقدك تركيزك تماما يا نور. من الموقف ده انت بدأت تهندل فكرة إدارة الغضب عندك شوية؟ مواقف كتير، مش الموقف ده بس في مواقف انت ممكن تكون عديت منها بسلام، بس تستحق ان انت تتوقف قدامها، لان انت عديت بالسلام ستر ولطف. محتاج تعمل ايه؟ تهدى، تفرمل نفسك، تبص على المشهد بالكامل. عمرك عيطت بينك وبين نفسك؟
يعني الواحد يمكن ما بيعيطش غير بينه وبين نفسه. ما اعرفش ناس بتعيط عادي، في ناس قدام حد ولا لا تعيط قدام اشخاص عادي. بس يعني وفاة ابويا الله يرحمه كانت مؤثرة جدا. واعتقد قعدت، انا والدي رحمة الله عليه توفى سنة 2012، اعتقد قعدت 3 سنين ابكي مع نفسي في صلاة أو في ذكر أو في عمرة أو لما بفتكره يعني. في صعوبات طبعا أو في مواقف بتكون عنيفة. هو الإنسان اللي بيبقى قاعد قدامك أيا كان، يعني عبد الرحمن أو أي حد، هو بيبقى النسخة اللي وصل لها دي هي نتاج تجارب وضغوطات وشوية حاجات كده على بعض اتجمعت، فوصل لمرحلة بقى قادر، وصل لمرحلة اللي انت بقى شايفاه إذا معتبراه عصبي هيبقى عصبي لأسباب، إذا معتبراه صلب جاف قوي، كل دي صفات تولدت من مواقف وتجارب كتير. يعني برضو أذكر إن أنا عيطت في موقف عائلي برضو. كانت زوجتي كانت أجهضت في الشهر السابع، والإجهاض كان آخر يوم في رمضان وقت الفطار. والإجهاض ده يعني كانت قصة رعب، لأنه حصل فجأة، حصل زي نزيف بلا مقدمات. اتصل بدكاترة، اتصل بمستشفيات، لخبطة، موقف مفاجئ. الشيطان بقى بيجيلك في الوقت ده بيوريك قصة رعب. للحظة الشيطان حسسك ان حياتك قد تتغير بالكامل، الحياة اللي انت قاعد بترسمها لنفسك وتبنيها لنفسك، الشيطان هيدخل لك يوري لك كل الصور السيئة. وقد واللي ساعد بقى يعني زوجتي كان عندها نزيف شديد وبدأت توصيني، وانت المفروض السند في اللحظة دي، المفروض انت الصلب، المفروض تقول لها سيبك من الكلام ده، ركزي، احنا تمام واحنا بخير وكل وموقف وهيعدي. عملت الدور ده كويس ونزلت قعدت قدام المستشفى. كان لسه كان وقت المغرب ولسه بقى بكلم، وناس صحابي جايلي وناس جايلي وأذكر كل أصدقائي يعني اللي سابوا كل الفطار وجولي، فاكرهم كويس يعني، وفاكر المشهد كويس جدا. وحسيت ان انا عندي صحاب فعلا، انت يعني حسيت ان انا مش لوحدي. وده احساس كنت في وقت من الاوقات ممكن تكون مش مصدقه، ممكن تحس بالوحدة. المواقف العنيفة والشديدة هي اللي بتعرفك. نزلت على المستشفى، بكيت لوحدي منفردا على سلم المستشفى بعد ما قدرت تهندل الدنيا كلها، تستوعب ما كانش لسه تماما، بس كان بقى الدكتورة وصلت وخلاص في عمليات وفي إجهاض ويعني الأمور، ومضوني على يعني سيطرت بقى على الوضع، ومضوني على يعني تحمل المسؤولية. والمشهد أصلا كان صعب، لأن أنا ساعتها رحت طوارئ، وبسبب النزيف كان كل ممرض يعني كان في تمريض ييجوا يتخضوا، أنا بشوف وشهم وهي بتشوف وشهم تتخض. فأنا أقول لها تمام ما فيش حاجة، دول مش فاهمين حاجة، الدكتورة جاية. الدكتورة بتاعتها جت اتخضت.
هي اتخضت على خضة ملامح وش الدكتورة وبدأت توصيني مفيش حاجة من المشاهد دي يا جماعة، انتي تمام. هي مش مركزة، المنظر يخض في الأول، بس انتي تمام، خدي اشربي عصير. كانت من المواقف المؤثرة جدا، وعدت. من ضمن المواقف اللي انت بتحكي عنها والداونز اللي حصلت ممكن نقول شوية صعوبات أكيد قابلتك في البيزنس في حياتك، ايه اللي اتغير فيك وحسيت ان انت حابه أكتر في شخصيتك، وايه اللي ما كنتش حابب ان هو يتغير فيك؟ مش عارف اقولك، يعني انا بشكل عام حابب افضل، يعني انا شايف ان انا وصلت لافضل نسخة مني من 2020. اشتغلت على نفسي كتير جدا، على عقليتي، على شخصيتي، على هدوئي، ما بكابرش في ان انا اطلب المساعدة او اطلب العون او اطلب النصيحة او اطلب الاستشارة. ولذلك انا مبسوط بالإنجازات الحمد لله رب العالمين اللي ربنا من عليا بيها وتفضل عليا بأنه وصلني للنسخة دي أو النجاح ده من نفسي. فحتة إن في حاجات أنا شايفها اتغيرت للأسوأ، أو إن أنا كنت شايف إنها كانت يا ريت ما تتغيرش، لا، مفيش حاجة واضحة في دماغي حتى وإن بدت صفة سلبية مثلا يعني، بس في المجمل ممكن تكون بتستخدمها استخدام إيجابي. أضرب لك مثال علشان الجملة مش مفهومة قوي. ممكن تكون إن أنت ما بتسمعش أو الناس شايفينك ما بتقعدش تسمع، دي صفة سلبية. بس في نفس الوقت في ناس تانية بتشتكي من الشخص الودني. فيجي واحد يقولك فلان ما بيسمعش اللي بيتقاله، يقولها بطريقة ايه؟ سلبية. فانت تحسي ان فلان ده سادد ودانه ما بيسمعش. بس في فرق بين الودني وما بين المستمع الجيد. كويس. انا بطلت اسمع كل حاجة. ممكن حد يبقى شايفها سلبية حتى لو نصيحة او لو حاجة. لا بطلت اسمع اي حاجة معدية. بقيت اسمع من الاشخاص الحقيقيين اللي يفيدوا، وبقيت اخصص وقت للاستماع. ما بقاش ينفع طول الوقت تدخل الشركة الصبح، كبرنا نضجنا يا نور، ما بقاش ينفع تدخل الشركة الصبح ده يشدك في كلمتين، وده عايزك في كلمتين، وده عايزك في 3 كلمات، وده عنده مشكلة عايز يحكيها لك، وده بيفضفض معاك في حاجة، وده عنده مشكلة. هنشتغل امتى؟ بجد مظبوط. ده كان بيحصل في وقت من الأوقات إن أنت مقضيها سمع، تخلص شغل تقعد تسمع لمجموعة العصافير اللي في حياتك. قللت سمع، ممكن يكونوا الناس اللي كانوا شايفين إن هم بيتسمعوا في وقت من الأوقات من عبد الرحمن بقوا شايفين إن هم ما بيتسمعوش دلوقتي، فشايفين إن دي صفة إيجابية ولا سلبية؟ بس شايفينها سلبية قطعا. بس بالنسبة لك أنت إيجابية. أنا شايف إنها إيجابية. لأن أنا بقيت أعرف أسمع إمتى والمين وأسمع إيه. دي experience. أكيد خدت منك سنين. طبعا. أنا عايز أقولك أنا كان عندي مطعم في سنة 2011. المطعم ده اتحرق
والخبر جالي وانا في ماتش كورة بلعب كورة. كنت ساعتها بشتغل في الدعاية والإعلان، وكان عندي معايا 40,000 جنيه، وكنت ودول يعني كنت شايف بقى ان قدامي فرصة، بدل ما انا ببيع، انا كنت ادفرتايزنج، طباعة، كنت بشتغل في الطباعة، فكنت بطبع تقريبا لمطاعم مدينة نصر كلها، الفلايرز والبروشور وعلب البيتزا وباكات البطاطس وكياس السندوتشات والكوفير يعني او الكفر والمنيوز. هقول مثلا 60% من مطاعم مدينة نصر مثلا. فكنت قريب جدا من مجال المطاعم والاندستري بتاعت المطاعم واصحاب المطاعم، وشايف النجاحات، وشايف بيسحبوا مني كام علبة بيتزا، وبيسحبوا كام علبة بطاطس، وبيسحبوا كام كيس سندوتش انت تقدر تقول هو بيبيع بكام اصلا من مسحوباته. جه واحد فيهم قال لي تدخل معايا في مطعم، او قال لي عايز ابيع مطعمي، مش تدخل معايا في مطعم، قال لي عايز ابيع مطعمي. رحت جمعت 40,000 جنيه من شغلي، كان ليا تحصيلات بلمها، كنت كل اسبوع بنزل حصلت ورحت اديته 40,000 جنيه، واشتغلت في المطعم 6 شهور. المطعم ده ولع. بعد حريقة المطعم كنت محبط جدا جدا من الحاجات. وعايز اقولك انا المطعم ده اتحرق فيه عداد الغاز، وعداد الغاز كان ساعتها ب37,000 جنيه من شركة الغاز. عداد المطاعم بيبقى كبير يعني، وده كان رقم كبير جدا في الوقت ده. أنا المطعم كله كنت عامله ب40,000 جنيه. قعدت أسد في اقساط عداد الغاز سنة، كل شهر 3000 تقريبا جنيه أو 3700 جنيه لحد ما خلصتهم. وكنت محبط يعني، كنت طالع من التجربة محبط جدا، لأن المطعم ده كان حلو، كان اسمه تشيكن ستوب، كان قدام استاد القاهرة. اللوكيشن بتاعه كان قوي جدا. كان في يوسف عباس، كان جنب سمايلز. كانوا احنا المطعمين اللي شغالين في المربع، احنا وسمايلز كنا مكسرين الدنيا. وكنت بحب المطعم ده جدا، وكنت باني الايدنتيتي والبراندنج يعني. كنت عامل، ما انا بتاع مطابع بقى ودعاية واعلان وديزاينرز، فكنت مركز جدا فيه وحاسس ان انت ماي بيبي يعني. واتحرق وكنت محبط جدا. وبعدها شوية حسيت المشكلة ان انا يعني كنت دايما مع كل احباط او كل مشكلة او كل خسارة او كل حاجة كنت بروح ادور على الرسالة. ودي مشكلة مؤلمة لمخك جدا، لان انت بتدور على الغيب، محدش يعرف، بس انت الوحيد اللي ممكن تحس السنس ده. وده راجع لان انت في الوقت ده شخص متزن، فهتستلم الرسالة بشكل سليم ومتزن وهتقراها صح، ولا انت اصلا دلوقتي محبط مضطرب مش مركز مضغوط مخنوق، فالشيطان يتلاعب بيك. بس في الحتة دي بالذات انا شايفة ان هي يعني انت على قد ما يبقى فيه محنة مثلا شخص بيعدي بيها، يقعد يلوم نفسه، يلوم اللي حواليه، وليه بس كده لا عمري. فانت ما بتعملش كده، انت بتدور على المورال من القصة. يعني اصل يمكن بتبص في اكيد في رسالة، اكيد في رسالة. انا عمري اصلا ما بحط شماعة. كانت ايه الرسالة بعد حريق المطعم اللي انت خدتها؟ ما وصلتش لنتيجة، بس حسيت ان انا كان المفروض اركز في الدعاية والاعلان واكمل، وال40,000 دول كنت حطيتهم في شغلي، جبت أجهزة أحدث، دخلت في مطبعة، عملت، لكن ما كنتش تدخل مجال المطاعم. يعني حسيت ان دي الرسالة ساعتها. خاصة بيقابلك ناس في الطريق، انت برضو لسه صغير، انا بكلمك مثلا 2011 كنت يمكن 21 سنة مثلا. بيقابلك ممكن ناس بقى
بيشككوك شوية في الطريق، ودي مشكلة كبيرة. خلي بالك. كل واحد بقى يقولك أصل ده غلط، أصل ده صح، أصل ده ما ينفعش، يا ابني اتعلم. والمشكلة إن اللي بينصحك قد يكون مش محقق حاجة بجد، وبينصحك من واقع الفشل، إنه هو فشل فمش عايزك تفشل زيه. لكن الحياة مش كده خالص يا نور. الحياة هو مفيش روشتة واحدة تصلح للجميع. مش معنى إن واحد فشل في مطعم أن الباقي سيفشل. مش معنى إن يجيلي حد أقول له اوعى تدخل في المطاعم هتتعور. احنا فتحنا مرزوقة في 2017 وكسرنا الدنيا. كان بيجيلنا من كل ناس من كل محافظة في مصر. فما فيش روشتة واحدة أو نصيحة واحدة تصلح لكل الناس. النجاح من وجهة نظرك عامل إزاي؟ سواء النجاح الشخصي أو النجاح العملي. النجاح رضا الشخص، ده النجاح. رضاك إنك توصل لأن أنت تبقى راضي بكل مرحلة وكل ستيب في حياتك، ده الرضا، ده النجاح. النجاح يعني الرضا. لو أنت مش قادر ترضى، في شخص بيرضى وبيتبسط بسمول ستيبس صغيرة جدا. لو أنا معتبر قعدتي معاكي النهاردة نجاح، هطلع راضي. لو أنا شايفها إن نور عندها برنامج وبتطلع وأنا لسه مش متشاف قدها، هطلع مش راضي، وبالتالي شايف إن أنا مش ناجح. فالنجاح هو الترمومتر بتاعك للرضا في الداخل جواك انت. دي وجهة نظري عن النجاح، وده اللي علمتهولي الأيام، إن السخط وعدم الرضا والضيق مش هيوصلك لحاجة. والله ما هتوصل لحاجة. الحكمة، الهدوء، السلام، الطمأنينة، التركيز، العمل برضا، بهدوء، بسلام، هي دي الحاجات اللي هتوصلك للسمول انك تشوف السمول ستيبس قيمة. برافو. انا اشتغلت، كنت في مرزوقة، كنا بنبيع، انا يعني سندوتش الفول والطعمية، انا من ايام سندوتش الفول اللي ب1.50 جنيه وب2 جنيه كنا بنبيع 3000 لقمة في اليوم. آسف، في ساعتين الفطار، مش في اليوم حتى. كان عندنا 14 ديليفري. انت شايف ايه؟ انت شايف السندوتش ابو 2.5 جنيه، ابو 2 جنيه، ابو 1.5 جنيه قيمة؟ انا لو ما كنتش شايفه قيمة ما كناش. ما هو المطاعم فكرتها انك بتلم فلوس من أشياء صغيرة جدا. فلو أنت اعتبرت إن كل عميل بيدخل لك بيمثل لك نجاح وبيطلع راضي، سواق الميكروباص أو المواصلات، هو لو شايف إن الشخص اللي واقف بيشاور له ده هيدفع 5 جنيه، بس هو شايف هيعمل كام دورة خلال اليوم وهياخد كام 5 جنيه، فبالتالي هيرجع بفلوس تجعله راضي. انظر لأن كل خطوة انت بتقدمها بإحسان قيمة. اتعلمت الإحسان إلى نفسي وإلى الأشياء. الأشياء دي أقصد بيها بني آدمين وجماد. عربيتك لو بتحسني ليها بتلاقي الفلو بينك وبينها ماشية لطيفة جدا. العربية لو بتهمليها هتلاقيها كل شوية عند الميكانيكي. أن تحسن إلى نفسك وأن تحسن إلى الأشياء وإلى الناس، أعتقد ده بيتشلك وبيجيلك
على صور كثيرة جدا. ليس بالضرورة ان تجيلك من يعني الأستاذ ياسر فتحي كان قال لي كلمة، أنا خدت معاه سيشن واحدة بس كانت عظيمة جدا. قال لي كلمة: لله طرائق كثيرة. ودكتور إسلام قال لي كلمة: اوعى ترسم الطريق لربنا. أنا جمعت الكلمتين. اوعى ترسم الطريق لربنا يعني ما تحددش الرزق أنا بسعى في الحتة دي علشان أجيب ديل في المجال الفلاني. انت ما ترسمش الطريق، ما تقفلش السكوب ودماغك ان الرزق جاي لك من الحتة دي او المكان ده بس. ما تعملش كده ابدا. ولله طرائق كثيرة اللي قالها الأستاذ ياسر. اتعلمت ان دماغك والحلول اللي دماغك بتقودها ليك صفر قدام حلول ربنا وقدام الطرق اللي ممكن يفتحها لك ربنا، وانت اللي مضيق دماغك في طريق معين ظنا منك انه الرزق او انه الافضل. نورتني يا عبد الرحمن. ربنا يخليك يا نور. مبسوط ان انا كنت معاكي. انا مبسوطه جدا واسف لو اتفلسفت. لا خالص، حبه كتير. بالعكس. المهم انت حاسس انك كنت في مساحتك الامانه النهارده؟ 100%. بشكرك. حقيقي حكيت حاجات يمكن أكون ما حكيتهاش قبل كده، وإن شاء الله يعني يكون الخبرات أو المشاعر أو دي تكون فيها رسائل وإفادة للجميع، لناس كتير. دي رسالة بنحاول نوصلها عشان الموتيفيشن أو إشعال الباور جوه كل إنسان. معظمنا بيبقى محتاج دعم ومش عارف يطلب. مظبوط. وفي ناس بتعرف تطلب، أنا منهم. أنا بعرف أطلب الدعم. بس حقيقي بيصعب عليا جدا ناس كتير ما بتبقاش عارفة تطلب الدعم، بس بتبقى عايزة كلمة تغير مسار حياته أو تدعمه. لعل ما قلته اليوم يكون فيه رسائل خير وطيبة للجميع كتير يعني. جدا. شكرا يا عبد الرحمن، نورتني. أشكرك. وتشرفت بوجودك جدا معايا في مساحة آمنة. ربنا يخليك. شكرا ليك.